بيت الجيران المهجور كان في شارع هادي في حي قديم في القاهرة. بيت مهجور بقاله سنين، ودايما الناس اللي حواليه كانوا بيحكوا عنه قصص غريبة. كان البيت شكله قديم، نوافده مكسورة وجدرانه متشققة. لكن في يوم من الأيام اتكلموا الجيران عن حاجة غريبة حصلت. سارة بنت صغيرة في الحي كانت دايما بتشوف نفسها بتقعد قدام البيت ده تتفرج عليه كأن في حاجة بتشدها، حتى لو كان الليل. كل مرة بتمر قدامه كان بيجي ليها شعور غريب، زي ما في حد بيبص عليها من ورا الشباك المكسور. يوم من الأيام قررت سارة إنها تروح وتدخل البيت ده علشان تشوف لو في حاجة غريبة بجد ولا لأ. دخلت من الباب اللي كان مفتوح شوية، وعلى الرغم من إن البيت كان مظلم كان في ريحة غريبة في الجو، ريحة قديمة زي العفن. وهي ماشية في البيت سمعت صوت خطوات وراها، قلبها دق بسرعة. حاولت ما تهتمش وقالت لنفسها إن دي مجرد خيالات، لكن مع كل خطوة كانت بتقرب من غرفة المعيشة الصوت بقى أوضح وكأن في حد بيقف وراها. لفتت ورجعت تروح بسرعة، لكن اتفاجئت بشيء غريب. باب غرفة المعيشة كان مقفول، ولما حاولت تفتحه حست بحاجة تقيلة على الباب. وبالصدفة الباب اتفتح لوحده. داخل الغرفة كان في صورة قديمة معلقة على الحيطة. الصورة دي كانت بتتغير قدام عيناها، زي ما الوجوه في الصورة بتبص عليها وتضحك. قلبها كان بيضرب والعرق كان بيلمع على جبهتها، لكنها ما قدرتش تبعد عن المكان ده. بعد لحظات حست بيد باردة تلمس كتفها. فجأة بصت وراها وشافت شخص واقف في الضلمة، لابس ثياب قديمة وشعره طويل ومتسخ. عيون الشخص دي كانت مدمجة، مش شايفة قدامها كويس، لكن واضح إنه مش إنسان عادي. الشخص ده مد إيده ناحية سارة وقال بصوت خافت: مفيش مفر. ركضت سارة بسرعة نحو الباب، وركضت لحد ما خرجت من البيت. قلبها بيدق وتنهيدها ملهاش آخر. من يومها محدش شاف سارة تاني، والبيت بقى مقفول. لكن الجيران لحد النهاردة بيقولوا إنهم بيشوفوا ضوء في البيت ده كل ليلة، وبيسمعوا أصوات ضحك بعيدة. وكل اللي يعرفوا الناس إن بيت الجيران المهجور مش مهجور زي ما الناس فاكرين، ده هو مكان لشيء تاني، شيء مش إنساني. النهاية